حبايب، رجعت لكم بفيديو جديد من المطبخ العراقي في نيويورك. سووا لي فولو، سبسكرايب، اضغطوا على زر الجرس حتى توصلكم كل الاشعارات. طبختنا لليوم هي الفروت تارت، وزينتها بالجلي، وراح اكسرها قدامكم، اخذ منها وشوفوها شكلها طبعا روعة. ان شاء الله تنال اعجابكم. بسم الله. وهذا طعمها النهائي، وإن شاء الله تعجبكم. شكرا لكم، أحبكم. هنا عندي جل الفراولة خليته وراح أضيف عليه مي تدريجيا وأبدي أخبطه، يعني حتى تروح هاي التكتلات كلش يذوب، وأرجع أضيف بعد مي مرة ثانية. وراح أخليه بهاي الكاسة حتى أدخله على الثلاجة لحد ما أحس يعني جمد شوية، فد ساعتين تقريبا يبقى بالثلاجة. وهنا حبايب ورا ما طلعته من الثلاجة شكله جمد، فهسه أضيف عندي هذا الويبنج كريم أنا مجهزته وهم خليته بالثلاجة، بس يعني الهيفي كريم خبطته، ما مخليه وياه أي شي، وبس خليته بالثلاجة حتى شوية يتماسك. وراح أضيف أبدي أصفط الفاكهة فوق الجل، هذا الستروبري جل. أول شي أبدي أحط قطع من الموز، يعني أوزعها بالتساوي. هسه حبايب ورا ما خليت الموز أكسر من هذا البسكت، من هاي النوعية أو أي بسكت عندكم، أو نستلة أو كيك بكيفكم. أني راح أخلي من هذا البسكت أكسره أو أخليه هنا بالوسط وأحاول أكسره. وهسه حبايب أحاول أخلي هذا الويبنج كريم على الوجه. هسه حبايب نضيف قطع الستراوبري. هسه حبايب هاي الخوخ شوية أحاول أسوي قطع صغار حتى أضيف همات على الوجه. يعني شنو عندكم فاكهة تقدرون تخلون خلوا. هسه نضيف البلو بيري والرازبيري، وراح أدخلها على الثلاجة حبايب فد ساعتين هيك، بس شوية يجمد هذا الكريم، وبعدين تقدموها.